ليه البنات ما بتحبش الاكلات دي؟ ده طاجن ورق عنب بالكوارع بس المكان اللي هوريه لكم فيه كل حاجه، زي مثلا الرياش برضو بيعملها ممتازه، طريه كده وبتقطم وبتدوب في البق. لا بجد انا مش قادر اتخطاها، انا كلت نص كيلو لوحدي. وفي عنده كمان حمام، والحمام كان حلو قوي، بس الريش انا مش قادر ولكن أتخطاها. الحمام برضو كان حلو، خلطه الرز نفسها جوه الحمام حلوه. نرجع بقى للاصناف اللي البنات والشباب السكيميكي ما بيحبوهاش. ده ايه؟ دي فشه، وده ايه؟ طحال، وده؟ لسان، ودي لحمه. لحمة راس. مظبوط. ده ايه؟ ده طاجن المعلم، في 4 أصناف. دي مخاصي مع عكاوي مع نخاع مع كوارع. ده طاجن كرشة بالحمص. متفهم جدا لو في ناس ما بتحبش الاكلات دي، بس لو عايزين تجربوا فالمكان ده اسمه ليموزين، وده فرع المعادي، وده طاجن كباب حله بجد كان ممتاز وتبلته حلوه. وعلى فكره هو بيقدم كمان صواني زي صينيه المشاوي اللي قدامكم دي، فيها بطه وكفته وسمبوسه، وبيخدم الحاجه قوي لدرجه ان السمبوسه فيها مفاجاه. ده فيها مكسرات. زود عليها بقى طرب وممبار وكباب وسجق ومحاشي مشكله على فرشه رز، والصينيه دي ب 2160 جنيه وتكفي تقريبا 7 اشخاص. ده غير السلطات طبعا، وكل الاصناف اللي فيها كانت مستويه كويس قوي وتوابلها حلوه. غير الصواني في عنده اصناف عاديه زي ورقه السجق تقريبا. ده المكان الوحيد اللي بيعمل صينيه فيها اصناف المصمت اللي شفتوها في الاول، وكان فيها لحمه راس ولسان وسعرها 1375 جنيه. الملوخيه عندهم حوار، والبطه اللي كانت في الصينيه برضه حوار، والفته حوار، والكوارع عموما حوار. فاجمالا الاكل كان نظيف في ليموزين، وبجد هي زياره هتتكرر تاني وتالت، خصوصا ان المكان نظيف، والاكلات دي ما ينفعش تتاكل غير من اماكن نظيفه. وبس.